مصطفى كامل كاتب صحفي كان له دور وكفاح وطني ضد الاستعمار البريطاني. في خطبه ومقالاته أيقظت في المصريين روح الوعي الوطني. 1907 أسس حزب الوطني وسافر إلى أوروبا للتنديد بسياسة الاحتلال البريطاني وجرائمه في مصر، ولكنه مات. جه بعده زعيم جديد كان اسمه محمد فريد، تولى قيادة الحزب الوطني بعده، وكمان قام بإنشاء أول نقابة عمال 1909، ويشارك في مؤتمرات دولية لأنه بيسعى لشرح قضية مصرية والمطالبة بإنهاء الاحتلال البريطاني نهائيا عن مصر.